كتير مننا بيحس إنه واقف مكانه، بيلف في نفس الدايرة، يكرر نفس الغلطات ويوصل لنفس النتائج كل مرة. لو الإحساس ده مألوف يبقى جه الوقت نكسر الدايرة دي. النهاردة هنتكلم إزاي ممكن نعمل إعادة برمجة لعقلنا عشان نبني نسخة أحسن وأقوى من نفسنا. هل في إحساس إن الواحد بيعيد نفس السيناريو تاني وتالت؟ يعني مثلا يبدأ دايت وبعدين يرجع تاني، أو يحاول يلتزم بهدف معين ويلاقي نفسه رجع لنقطة الصفر. الإحساس ده طبعا محبط جدا، بس صدقوني هو منتشر أكتر بكتير ما نتخيل. وهنا بقى الخبر الحلو. المشكلة مش في الشخص نفسه، مش نقص إرادة ولا قلة التزام. لا، المشكلة كلها في البرنامج اللي شغال جوه عقلنا. تخيل معايا كده إن عقلنا ده عامل زي الكمبيوتر وعليه سوفت وير قديم، برنامج اتسطب على مدار سنين وسنين، وكل اللي محتاجه دلوقتي هو مجرد تحديث أبديت. طيب خريطة الطريق بتاعتنا شكلها إيه؟ بسيطة جدا. هنبدأ الأول بقصة حقيقية وملهمة، بعدها هنفهم قوي فكرة إن العقل ده هو السوفت وير، وبعدين هندخل على 4 مفاتيح أساسية عشان نعمل إعادة البرمجة دي، ووراها على طول هناخد تمرين يومي عملي، وفي الآخر خالص هنوصل للحظة القرار اللي بتغير كل حاجة. يلا بينا نبدأ بقصة بتورينا عملياً إزاي تغيير العقلية ممكن يقلب الواقع تماماً، لأن التغيير الحقيقي دايماً بيبدأ من جوه مش من بره. دي كانت صورة الوضع سنة 2020. شاب عنده 21 سنة، وزنه 150 كيلو، حوار داخلي سلبي طول الوقت، وعادات كلها بتدمر صحته. وبسرعة سنتين للأمام في 2022 السن 23 سنة، الوزن 98 كيلو، الثقة بالنفس زادت جدا، ونمط حياة كله حركة ونشاط. والتحول ده مهم قوي نعرف إنه حصل بشكل طبيعي تماماً، من غير أي دايت قاسي أو منتجات غريبة. والجملة دي بتلخص الحكاية كلها. النقطة الفاصلة هنا إن أكبر تغيير ما كانش في الأكل اللي بيتاكل، لأ، كان في طريقة التفكير نفسها. العقلية هي اللي اتغيرت الأول، وبعد كده كل حاجة تانية جت وراها بالتبعية. طيب خلينا دلوقتي نفهم المبدأ الأساسي اللي ورا القصة دي. الفكرة كلها بتتمحور حوالين إن عقلنا ده هو نظام التشغيل بتاعنا، هو الأوبريتنج سيستم اللي بيحدد كل نتائجنا في الحياة. طيب إيه هي البرمجة العقلية دي بالظبط؟ ببساطة شديدة هي تجميع لكل المعتقدات والعادات والأفكار اللي العقل اتعود عليها وبقت تلقائية. البرمجة دي هي اللي بتوجه تصرفاتنا من غير ما نحس، ومنها طبعا بتتشكل كل النتائج اللي بنشوفها في حياتنا. والمهم نعرف إن البرمجة القديمة دي مش اختيارنا، دي حاجات اتزرعت فينا من وإحنا صغيرين، من الأهل والتربية، من البيئة اللي حوالينا والمدرسة، من الإعلام والمحتوى اللي بنشوفه كل يوم، ومن تجارب فشل قديمة أو مخاوف، وطبعا من مقارنة نفسنا بالناس التانية. يعني ببساطة اتفرضت علينا. تمام، يبقى إزاي نعمل تحديث للسوفت وير ده؟ السر كله في 4 مفاتيح أساسية. خلينا نشوفهم مع بعض. الموضوع في الحقيقة أبسط مما أي حد ممكن يتخيل. هما 4 خطوات أساسية، 4 ركايز لو اتبنت صح التغيير اللي هيحصل هيكون جذري وحقيقي. المفاتيح الأربعة دول هم، خلينا نقول، حجر الأساس في العملية دي كلها. أول حاجة نراقب صوتنا الداخلي. يعني إيه؟ يعني نسمع الكلام اللي بنقوله لنفسنا جوه. تاني حاجة نغير البيئة المحيطة، ودي نقطة مهمة جدا، لأن البيئة ممكن تكون أقوى من الإرادة بكتير. تالت حاجة إننا نسأل ليه، مش مرة واحدة، لأ، نسأل ليه كذا مرة ورا بعض عشان نوصل لأصل المشكلة، مش بس للقشرة اللي بره. ورابع حاجة، ودي يمكن أهمهم، الاستمرارية، إننا نكمل حتى لو مش شايفين نتائج فورية. وهنا مثال عملي يوضح فكرة مراقبة الصوت الداخلي. زمان أي لخبطة في الأكل كانت بتترجم فوراً لجمل زي أنا فاشل أو أنا ضعيف، لكن مع العقلية الجديدة الحوار اتغير تماماً. بقى أنا اتعلمت من الغلطة دي، والوجبة الجاية فرصة جديدة. وجبة واحدة مش صحية أكيد أحسن من يوم كامل ضايع. دي نقلة بسيطة في الكلام، لكن تأثيرها النفسي ضخم جداً. ونيجي للمفتاح الثالث، وهو إننا نتعمق بسؤال ليه. بدل ما نقول أنا باكل لما بتوتر وخلاص، لازم نسأل طب ليه؟ الإجابة الأولية ممكن تكون عشان أحس براحة مؤقتة. طيب وليه محتاجين الراحة دي؟ الإجابة الأعمق ممكن تكون لأني مش عارف أتعامل مع الضغط ده. لما بنوصل للسبب الحقيقي بنقدر نعالج المشكلة من جذورها، مش بس الأعراض السطحية. ونيجي للمفتاح الرابع الأهم على الإطلاق، الاستمرارية. أول 15 كيلو نزلوا من الوزن تقريباً محدش لاحظهم خالص. التغيير الكبير هو نتيجة تراكمية لأفعال صغيرة جداً بنعملها كل يوم. اللحظات اللي بنستمر فيها وإحنا مش شايفين أي نتيجة هي دي بالظبط اللحظات اللي بتصنع النجاح الحقيقي على المدى الطويل. عرفنا المفاتيح الأساسية. طيب إزاي نطبق ده بشكل عملي في يومنا؟ ده نظام يومي بسيط، تمرين مستمر من 5 خطوات عشان نثبت العقلية الجديدة. النظام اليومي ده هو اللي هيثبت البرمجة الجديدة في عقلنا. أولاً نبدأ اليوم ب10 دقايق بس من محتوى إيجابي وملهم عشان نوجه تفكيرنا صح من البداية. ثانياً
نكتب اللي جوانا، نفرغ أفكارنا ومشاعرنا على ورق عشان نفهمها. ثالثاً، نتعلم حاجة جديدة كل يوم، مش لازم حاجة كبيرة، فكرة جديدة تكفي عشان نوسع مداركنا. رابعاً، نحرك جسمنا، 20 دقيقة نشاط خفيف كفاية جدا. وخامساً، قبل النوم نراجع اليوم بسؤال واحد بسيط عشان نتعلم من تجاربنا. خطوة الكتابة دي ممكن تكون قوية جدا في إنها تفك أي تشابك جوانا. مجرد أسئلة بسيطة زي إيه أكتر حاجة مضايقاني دلوقتي، أو إيه إحساسي الحقيقي في اللحظة دي، بتخلينا نفهم نفسنا بشكل أعمق بكتير. ونفضل دايما فاكرين إن العقل والجسم متصلين ببعض. حركة بسيطة زي المشي لمدة 20 دقيقة مش بس بتفيد الجسم، دي كمان بتبني عقلية أقوى وأكثر مرونة وقدرة على التحمل. السر مش في قوة التمرين، السر في الاستمرارية عليه. وفي الآخر خالص الموضوع كله بيرجع لنقطة واحدة محورية، وهي الاختيار. اختيارنا إننا نبني الشخص اللي عايزين نكونه فعلا. ودي هي الفكرة الأساسية. البرمجة القديمة زي ما قلنا اتفرضت علينا من الظروف والبيئة والناس، لكن العقلية الجديدة دي اختيارنا إحنا 100%. ده قرار واعي بناخده كل يوم عشان نبني نفسنا من أول وجديد. والسؤال اللي هنسيبه في الآخر هو إيه الخطوة الصغيرة مهما كانت بسيطة اللي ممكن ناخدها النهاردة عشان نبدأ رحلة إعادة البرمجة دي؟ التغيير مش حلم بعيد، هو قرار بيبدأ بخطوة واحدة بس.